السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من سوق الحد في الوكاله. انا جبت الملايات دي ملايه استك لسرير 120. اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لسرير 120. بصوا الاستك اهو، بصوا عامل ازاي، بيبقى لفف عليها كلها كده على السرير كله. شايفين ده الاستك بتاعها، ودي القماش مشيتها حلو قوي. خلاص كنت جايباها ال 120 ب 125 الملاية، وهي بس هي الملاية لوحدها كده في كيس، ما فيهاش خداديات. احنا بنوفق لها خداديات من عنده برضو. اداني الخداديه ب 20 زي ما شايفين كده، هي نفس القلم اهو. عملت لها خداديات من عنده برضو. الخداديه ب 20 يا ب 20 يا ب 25، والله مش فاكره قوي. انا جبت 2 للملايه، خداديتين عشان يمشوا مع الملاية، نفس التقليمة اللي في الملاية. خلاص. وجبت برضو الملاية بسرير 160 برضو باستك. وخلي بالكم يا جماعة الملايات دي من غير خدادية، ممكن توفقي لها بقى خداديات من عنده هو هناك. بصوا عاملة ازاي اهي، برضو الاستك بتاعها اهو. شايفين ده الاستك بتاعها، ومشيتها حلوة قوي. وده لونها، بصوا لونها عامل ازاي. وانا ما لقيتش خداديات ليها، فانا وفقت لها الخداديات ديت. جبت لها 2 برضو، الواحده ب 20 تمشي معاها برضو. خلاص. هو بيدي الملايه بس من غير الخداديات. الملايه بس السرير 160 جايباها ب 165، والسرير 120 جايباها ب 125. خلاص. طبعا 125 غير الخداديات. الخداديه الواحده ب 20 او ب 25 حاجه زي كده، مش فاكره والله. وانا دي وفقتها للملايه دي. وجبت برضو من عنده الفوط دي لو فاكرينها، لما صورتها لكم برضو وقلت لكم الواحده ب 65. ده عرضها وده طولها، بصوا قد ايه، بصوا طولها عامل ازاي. هو دوت طولها اهو، بصوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ونقشتها حلوه قوي، وقطن جميل جدا وناعم تشرب الميه. وده عرضها. خلاص. انا جبت منها اللون ده زيتي، هي كان في هناك كل الالوان فرجتها لكم. وعندي اللون ده طوبي، ده برضو عجبني قوي، جبت منه 2. وفي كمان فوط، فاكرين لو فاكرين قال لنا عليها التلاتة ب100 اهي. انا جبتها التلاتة ب100 برضو دي. وجبت اللون ده زي ما انتم شايفين كده اهي. هي مش طويله قوي، هي مربعه كده بس حلوه للمطبخ. وعندك جبت دي برضو اللون ده، بصوا عامله ازاي. خدت التلاتة ب100. وانا هشرح لكم الحاجات دي كلها في الفيديو، هحط لكم في الوصف. والفوط دي جبتها ب160. نيجي بقى لاجمل حاجه واحلى حاجه، مفرش السرير. بس الجمال ده انا جبته من عنده برضو، ادهوني. وطبعا السرير 160. بصوا اللون ده، هو اللون ده كده. دي ورده كده بتبقى في النص زي بوكيه، شايفين، تفرش كده على السرير اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا. وده اللون الزيتي، لا اللي هو الازرق او بترولي، يعني هو مدي على ده يعني لونين. وفي خداديه واحده، ادي الخداديه اهي بالشكل ده كده، شايفين. وده ظهرها زي الستان كده. خلاص. وده وشها. هو طقم مفرش بملاية واحدة، مش ملايتين.
بخداديه واحده، مش خداديه، مش اتنين. خلاص ده لون اهو، بس شكله تحفه. عندنا هنا الستاير دي انا جايباها من سوق التلات، لا سوق الحد، سوق الخميس. انا جايباها من سوق الخميس في المطريه اللي وريته لكم. هكتب لكم، اسيب لكم الفيديو في الوصف. انا جبت منه الستاير دي كده، شايفين شكلها؟ عرضها 3 متر، هوريكم العرض. وجايباها المتر ب30 جنيه. انا كنت هناك صورت لكم الحاجات دي كلها اهو. ده العرض اهو، بصوا على 2 اهو. ده العرض، انا مطبقه اهي. العرض 3 متر والمتر ب 30 جنيه. دي الستاير زي ما انتم شايفين شكلها كده، بصوا عامله ازاي ما شاء الله. وهنا جبت برضو فرش تنجيد او انتريهات او اللي انت عايزاه، تلبسه اي شكل انت عايزاه. هنا برضو ده المتر ب20 جنيه. ده وشها، لو عايزه تعمليه على الوش التاني برضو يمشي. بصوا اي وش يعجبك. وهناك المتر جايباه ب20، العرض بتاعه صغير 150، عرضها 150. انا الحاجات دي كلها مصورها لكم في الفيديو، هسيبها لكم في الوصف. يوم الاحد كان في ده في سوق المطريه. يوم الخميس جبت منه الفرش ده والستاير. اما سوق التلات اللي انا برضو صورته لكم، هحط لكم الوصف في الفيديو في الوصف. جبت منه المفرش ده كده، خدته 15 جنيه. بصوا عامل ازاي اهو، خدته منه ب15 جنيه مع المفرش برضو اللي وريتها لكم في الفيديو ديت. ده برضو 15 جنيه. بس شكله عامل ازاي. ينفع بقى تحطيه على ترابيزه سفره، تحطيه على ترابيزه انتريه. حلو قوي اللون ده. جبت اللون ده، جبت معاه اللون ده النبيتي. بصوا الشكل، شكله عامل ازاي. وكبير مش صغير. ده شكل البنفسجي اللي انا صورته لكم، بس للاسف انا ما جبتش البنفسجي. ده اكبر، البنفسجي اكبر من ده، مربع كبير خالص كده. انما ده مستطيل واصغر من البنفسجي. برضو البنفسجي كان ب15 ودي برضو ب15. اي مفرش من دول كان ب15 وانا شرحت لكم في الفيديو. وده برضو بصوا ده عرض واكبر ولونه تحفه، شايفين؟ ده برضو ب15 جنيه، خدت منه برضو ب15 جنيه. انا كل الحاجات دي شارحه لكم في الفيديو بتاع سوق التلات. بس الستاير والمفرش والتنجيد من سوق المطريه يوم الخميس. خلاص. في هنا برضو جبت ستاره، بس انا عشان اقصاها اهي. ده شكلها، وبرضو هتلاقوا نفس الشكل ده في الفيديو. المتر بيقول لنا عليه ب40 جنيه، وانا اخدته فعلا المتر ب40 جنيه. قال لنا المتر ب40 جنيه على الستاير دي بتاعت البلكونه، وانا فعلا خدته ب40 جنيه زي ما قال. وكان في الشكل ده، وكان في شكل النبيتي، هتلاقوه برده في الفيديو ان شاء الله، هحط لكم في الوصف. وهي دي مشترياتي، وان شاء الله كل ما اجيب حاجه هوفرها لكم. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.